السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم صيبت معكم هذا الكيكة، تتجي زوينة، تتجي هماوية هاد الحلوة، تتجي اقتصادية وتتجي فنة ما شاء الله. وإلا عجبتكم القناة وعجبكم هذا المحتوى اللي تندير شرفوني فيه، الله يرحم لكم الوالدين، شرفوني في هذه القناة وعاونوني عليها حتى أنا باش يعود يقترحها اليوتيوب. وشكرا كاع اللي متابعني، شكرا لكم بزاف. وهاد الكاطو تيجي واعر ما شاء الله وتتجي هماوية، شوفوا كيفاش تتجي واعرة ما شاء الله. وشرفوني في هاد القناة، جزاكم الله الف خير في الدنيا وفي الاخره. عاونوني عليها حتى انا راه طالعه في 3 سنين ومازال ما فيها والو. ودرك بسم الله غادي نبداو المقادير ديال الطبقه الاولى. عندي هنا واحد البيضه وقبصه تاع الملحه، وعندي 4 كاس ولا نص كاس تاع السنيده. ثم السنيده على حسب الذوق، انا درت نص كاس. عندي نص كاس تاع الزيت، وعندي واحد الفانية. قلت لكم المقادير غير بسيطه، ماشي شي مقادير بزاف، واني جات رائعه ما شاء الله. فاش يوصل ليا الخليط هكا غادي نزيد عليها نص كاس تاع عصير الليمون اولا عصير البرتقال، قول لها وكيفاش تيقول ليه. دابا غادي نزيد واحد الكاس ديال الدقيق، غادي نغربلو مزيان. وإلا خصني مازال الدقيق غادي نزيد واحد 4 كاس. صافي تنخلط هاد المقادير هكا حتى تيتخلطوا ليا. وعندي هنا خماره وحده حتى هي بنفس بنفس سميتو، غادي نغربلها ان شاء الله. تنمشي هكا ان شاء الله حتى تيتصايب ليا داك الخليط مزيان. مازال خفيف ليا، غادي نزيدو واحد شويه ديال الدقيق، واحد معلقه ليستو، ها هي شتي، معلقه تاع الطحين اولا 4 كاس صغير تاع العنبه مع. صافي تنخلط وتنجيب واحد المول فاش غادي نخويها ان شاء الله وندخلها باش طيب. دابا القوام ديالها هو هذا. شتو القوام كي تيكون. المهم جبت هذا سميتو، غير دهنتو فرشت فيه القريط من التحت القاع ديالو ونخوي فيه هاد الكيكه. وعندي هنا واحد شويه الكركاع غادي نديرو لها من الفوق باش تجيني ديك القرمشه في هاد الكيكه ديالي. صافي غادي ندخلها ان شاء الله طيب. باش طيب غادي نخرجها. ها هي طيبتها، خرجت دغيا تطيب حيت سميتها ديالها رقيقه. تنحيد لها هاد الخريط اللي مفرشه عليها. ما شاء الله جات زوينه، شفتوها كيفاش جات واعره. انا غادي نض لها الوجه لتحت وندير لها هاد السيركل ونقدها فيه. اللي الساعه نمشي نصايب الكريمه. دونك هنا ان شاء الله غادي نصايب الكريمه اللي بغيت ندير فوق الكيكه. عندي واحد الكاس ديال العنبه ديال الكريمه سائله، عندي نص كاس ديال الليمون،
عندي هاد جوج ديال بيرلي ديال حتى هو بالنسمه ديال الليمون، وغير فيهم الشكلاط من الداخل. هادو تيكون فيهم الشكلاط نتاع الليمون، دايرينو بالمذاق ديال الشكلاط صافي. وغادي نخلط هذا سميتو، عندي جوج سميتو ديال الحليب بودره، وغادي نخلط هاد الكريمه تتخلط ليا مزيان وتتجي بنينه. هاد الكريمه فوق الكيكه تتجي واعره ما شاء الله. نبقى نخلط حتى تتوقف ليا. دابا غادي نزيد واحد 2 معالق ولا 3 تاع السكر على حساب الذوق. ندير معلقه ونص حيت دايره الحليب حلو. صافي تنبقى نطرب فيها حتى تطرب مزيان باش توصل لي هاد القوام. تنحطها على جنب وتنمشي نجيب ديك الكيكه. وهنا صايبت السيرو عادي، درت فيه الحامض ونص كاس تاع سنيده وكاس تاع الماء، ودرتهم فوق البوطه حتى سميتو. غادي نسقي بهم هاد الكيكه. فاش سقيتها عندي هنا الشكلاط، غادي نديرو لها من الفوق وندير عليها شويه الكركاع حتى هي باش تجيني الحلوه زوينه ما شاء الله. باش تيلا خويت على الكريمه وتاكلوها تجي واعره ما شاء الله. دروك غادي نجيب ديك الكريمه ديالي وغادي نخويها فوق ديك الكيكه. شفتوا الكريمه كي تجي، وغادي ندخلها ليله كامله للمجمد حتى تتجمد مزيان. حتى الغد لي عاد نكمل ليها ندير لها الكلاصاج ان شاء الله. راه ما تخافوا من هاد الكريمه والو، تتبقى مزيانه. دابا غادي نغطيها بالسلوفان وندخلها ليله كلها المجمد ان شاء الله. دونك ان شاء الله نمشي نصايب معكم الكلاصاج. دابا الكلاصاج عندي فيه هنا واحد الكاس مع مرش ديال الليمون، عندي واحد المعلقه ديال السنيده، عندي معلقه ديال كريم باتيسري، وعندي نسمه ديال الليمون مع هاد البرد جمدت. صافي غادي ندير لها هكا ونردها فوق البوطه حتى غير تجيب ديك الغليه. صافي غليه وحده اللي تجيب وطفو عليها باش ما يبس لينا داك كريم باتيسري. دابا خرجت سميتها من الفريغو، وداك سميتو خليته حتى برد. ديك الكريمه اللي صيبت خليتها حتى بردت شويه وخويتها فوق منها. غادي نديها هكا ونجيبها صافي. تنخليها حتى تتجمد عليها. دابا غادي نحيد هاد السيركل عليها، ندير الموس. هنا صيبت هادو ديال الكراميل، ذوبت الكراميل ودرت به هاد درتهم بحال الشبيكات جاو زوينين ما شاء الله. ديكور تحطوه فوق شي طبسيل وتتبقاو تصايبوا بالكراميل بالعشق. وهنا درت الشوكولاط تا هو زوقت به. ايوا هذه هي الحلوه اللي صايبت معكم. شفتوا داك سميتو ديال الكراميل ودرت ليه دوك العقيق الفضيين جا زوين داك الكراميل ما شاء الله. ايوا هذه هي الكيكه اللي صايبت معكم، ولا حلوه تتجي رائعه ما شاء الله. واللي عجبته القناه يتفضل عندي ويدخل عندي، مرحبا بكم.
وشكرا لكم حتى الفيديو المقبل، والسلام عليكم ورحمة الله.